طيب انا دلوقتي واحد سمعت الكلام الجميل ده، بس جميل. اصلا مش تخصصي دراسات اسلاميه اه. ولا لغه عربيه ولا خلينا اقول ايه، بس بعرف اقرا قران كويس. حلو. هنقول ان انا كمان حافظ يا سيدي. بتكلم لغه عربيه كويس بس مش تخصصي، بس امم. بتكلم لغه عربيه كويس. حد يعني مش تخصصي، طبيب، جميل. مهندس، كثيرا دول معه كثير. مهنه مثلا، لكن اتربى على الكتاتيب ومثلا كان في الازهر شويه واتعلم وكده. اخش المجال ازاي؟ يعني السؤال ده برضه جزاك الله خير، انت قوي جدا في انت استحقاقك الاسئله اللي فعلا اللي بتسال كثيرا جدا على المجال يعني. طيب، مهندس، صيدلي، طبيب، نجار، حداد، ايا كان، ويقول لك انا عندي بضع يعني شيء من القران، شيء من ايات القران، صوتي طيب. طبعا الناس كتير بتخش لك في الموضوع ده، بيخش لك بيقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا كذا كذا كذا، الدكتور كذا، محاضر كذا، ويدخل بنبره قويه قوي في الماسنجر او الواتساب، عايز يقول لك يعني اللي هو اقبل دعواتي يعني. فالله المستعان. فاحنا طبعا الكلام ده كله بنقول له جزاك الله خيرا، يعني المقدمه بتاعتك الطيبه سواء من عملك ده ممكن لعلها تنفعك في شيء ما، لعلها تنفعك، ولكن يظل الاهليه الصحيحه للمجال بتاعنا، سواء انت هتكون معلم قران او معلم اسلامك او معلم لغه عربيه، تكون انت متخصص في اللي انت او درست ما تعلمه، ما ستعلمه للناس. يعني حضرتك دلوقتي انا لو معلم قران على الاقل اكون انا اقدر، انا حافظ قدر كبير من القران او القران على الاقل، يعني القران كله، ان كان في اجازه فهذا افضل. متقن للقراءه دي اهم شيء، متقن للقراءه جدا، زائد بعد كده دي بقى نقطه. متقن يعني تجويد. متقن اصل هو احكام التجويد. بيبص للمجال يا سيدي على انه الصوت. ايه، مربح. انا ما عاوز ايه، ها. بيقول لك مربح وبعدين ايه، اهو يعني هاخد بارت تايم كده. امم. ماشي. فانا عاوز ادخل المجال، لكن هو حته الاتقان دي حلوه اللي حضرتك قلتها. متقن للقراءه، تجويد، مخارج حروف، اكيد. صفات. تقصد احسنت. كده؟ احسنت بالضبط، ربنا يبارك فيك، هو بالضبط متقن للقراءه، ان هو فعلا يعطي القراءه حقها. فهو انت ازاي اصلا، وبعدين انت لو انت مش متقن القراءه حقها، انت اقصى حاجه توصل لها الطالب مع الطالب هتبقى ايه؟ اذا كان انا اذا ما وصلش للاتقان، الطالب هيوصل معاه لفين؟ قبل الاتقان اكيد يعني. فطالما انت ده الفيجن بتاعك او ده الجول او الهدف بتاعك، يبقى انت فعلا مش معلم كفء. فطبعا احنا عندنا الانتظار، يبقى ممكن نقول سؤال حضرتك بشكل عام بقى، لو عملناه بالورا بعيد عن المهندس والكلام ده كله، حاجات طيبه جدا وعلها تنفعه على فكره، يعني لعل ربنا عز وجل يفتح له بابا بعد ذلك ان هو يشتغل ويسافر عن طريق طلابه، يبعتوا له دعوه اي حاجه، ويبتدي ان هو يروح وياخد زياره، مثلا يروح زياره في امريكا او يو كي او ايا كان. اجابه السؤال ده بشكل عام، احنا زي ما قلت في الكبسولات، اجابه السؤال ده بيعتمد على محورين. اول محور هو المحور العلمي، وسميه المحور العلمي هكذا بنفس اللفظ ده، المحور العلمي. واقصد بذلك طبعا ان انت دلوقتي انت عايز تبقى معلم ايه؟ ما هو مفيش حاجه اسمها اللي هو انا اعلمكم كل حاجه. فكره الفهلاوه بتاعت النهارده يا شباب هعلمكم كل حاجه، هي حابب ايه؟ فقه، طب تعالى فقه، افتح كتاب الفقه. عايز حابب اصول، طب تعالى نفتح اصول. لا طبعا دي ده هيصه يعني للاسف، بنجد ده كثيرا جدا برضو من معلمين الافاضل، ان هو حابب يدخل الشوط وهو مش ما قراش كتابا واحدا فيه، يعني هو ما قراش متن واحد حتى في متن في علوم العقيده، يقول لك انا معلم عقيده ان شاء الله، يعني وهعلمكم عقيده صحيحه صافيه على كتابي والسنه، على كتابي والسنه. من اين لك يعني؟ فالمحور العلمي فيما انت تريد ان تتخصص فيه، حضرتك مثلا معلم قران، فاذا ليك قدر من القران، حافظ قران، متقن زي ما اتفقنا. ثالث حاجه، انت ليك ملكه، ودي بقى يا استاذ يوسف بقى المربط الفرس، لك ملكه تدريسيه تعليميه في تعليم الطلاب، ده التربويه دي في المقام الاول، انه انت فعلا ازاي انت تقدر تقعد مع طالب وتضفي عليه من معلوماتك ومن خبرتك ومن علمك وكل الكلام ده كله، وتربي القران فيه. دي بقى ممكن طالب، ممكن معلمين للاسف يعني بتفتقد لهذا، ان هو عنده العلم ولكن مش قادر ان هو يوصل الطالب، لذلك حد يقول لي ايه، حضرتك ازاي بتعلم الناس الاحكام، ازاي بتعلمهم الشبهات، ازاي بتعلموا كده؟ ما هو انا لو اقدر ان انا اتكلم مع حضرتك واتواصل معك، ازاي ان انا اقدر اتواصل معك وان انا اعلمك الموضوع ده عن طريق الملكه التدريسيه التعليميه دي، يبقى انا خلاص هقدر ان انا اوصل، هي برضو دي الحاجه، هي دي الوسيله. فالمحور العلمي طبعا انا عارف السؤال ممكن يقول لك ازاي احصل على الملكه دي، فخليها بعدين. يبقى المحور العلمي. المحور العملي، اللغه، قال الله عز وجل وما ارسلنا في سوره ابراهيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم. قال هذا قول الله عز وجل، دايما الايه دي يعني بتكون الشاهد في هذا الامر، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، فلسان القوم يستدعي ان حضرتك تكون انت تطور، ويستدعي فعلا تطور من اللغه بتاعتك دي مع الوقت. في بعض الناس وللاسف، يعني انا بقتصر عليهم، يعني بحاول ان انا اركز عليهم في الحديث المره دي، لان الناس دول مزعجه جدا،
من ناحيه ايه؟ يقول لك انتم مكبرين الموضوع قوي. يعني واحد قبل كده في التعليقات قال لي الكلام ده صراحه، هو مزعج صراحه، يعني اصفه ان هو مزعج، لانه هو لم يفد شيئا ولم يضف شيئا خالص. يعني ما بيقول لك ايه يا جدعان، واحد امام كنت انا ناشر منشور فبيقول لك يا شباب او يا جماعه ما حدش يبص للراجل ده، الراجل ده مكبر الموضوع قوي، التعليم الاونلاين اسهل من كده بكتير، ومش مطلوب منك تبقى انت بهذا القدر من اللغه والطلاقه. لانه هو شاف ناس كتير بتحبط، واحده عامله مثلا منشور بتعمل كده بتصوت ومش وبتعيط عشان انا نشرت. طب انا ايه العلاقه يا اخي مين شو لمصلحتهم يعني؟ بعدين انا مش بقول لك ان انت عشان تبقى معلم اونلاين تبقى بنفس الطريقه بتاعتي، مين قال كده؟ هو انا بستعرض عليك، انا بعرفك حاجه معينه، لكن الناس طبعا يعني يشتت. طيب المحور العملي من ناحيه اللغه، انا عندي القدره الكافيه ان اقدر اتكلم مع استاذ يوسف. استاذ يوسف ده هنفترض ان هو برتغالي، فاتكلم مع استاذ يوسف باللغه البرتغاليه واللغه البرازيليه بتاعت القوم دول، واقدر ان انا اتواصل مع ولي الامر، انه من العمليه التعليميه هنرجع لها تاني. فانا لو بعرف اتكلم مع الطالب ونظام السكريبتات يا استاذ يوسف، وانا يعني ارجوك البودكاست ده يعني الناس فعلا تستوعب الموضوع ده، فكره ان انا امشي على سكريبت، يعني سكريبت كده قاعد على سكريبت، هو ايه؟ الطالب يقول السلام عليكم، انت تقول وعليكم السلام. الطالب قال هاي، فانت تقول له هاي. فالطالب قال هاو ار يو، فانت تقول له فاين. طب لو الطالب قال لك كلمه غير هاو ار يو هتعمل ايه؟ هيقعد دقيقه. الموضوع ده والله يا استاذ يوسف يعني انا اراه ان هو يعني من اجرم الاشياء اللي تحصل في اللغه بشكل عام. فالمحور العملي بيقدر تتكلم سواء بقى من السي اي وسي 2. الناس بتسال الموضوع ده بالايه، انا طب انا مستوى بي 1 بي 2، الحاجات دي مش بعتمدها صراحه. انا عايز اسمعك، عايز اتكلم معاك. فانت تقدر تتكلم مع تقدر تتواصل معاه، مش شرط الاكسنت الامريكان اكسنت، مش شرط. انا بقول لك انا الحمد لله عندي امريكان اكسنت، وبقول طبعا مش شهادتي انا، شهاده انستراكتورز، مش شهاده ناس اصلا بيض. يعني واحده قبل كده كانت من اولياء الامور الطلاب، هي كانت مسلمه، هي كانت نصرانيه واسلمت وتزوجت باكستاني، وبنتها اسمها عائشه. فعلمتها الحمد لله ربنا شيء من اللغه العربيه وكده. فبتقول لي do you have an American parent, do you have an American white parent؟ بتقول لي انت عندك ابهات، انت عندك اب ابيض او ام بيضه؟ قلت لها هي بيضه بس مش بيضه يعني بس مش من هناك، مش من هنا بالظبط. فكرتني فهي الاسترالي برضه الاسترالي اللي هو معانا في القناه اللي عملنا معاه بودكاست. والله العظيم لما قلت له ايه رايك في ده، والله بقى فعرضت ليه فيديو لحضرتك، والله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده، مصري يا عم والله مصري، هذا مستحيل استاذ والله قلت له يا والله مصري يا عم ده من شبرا والله بقى والله لا استاذ. وقعد بقى يقلب والله كيف هذا ما شاء الله عليك يعني. ربنا يبارك فيك والله يا استاذ يوسف. يعني القصه بتاعت اللغه الانجليزيه دي انا عارف انت مش هتسيبني لما تسالني السؤال ده. نعم الله المستعان. وانا والله انا حابب جدا ان انا اجيب على السؤال ده بتفصيل، واعذرني لو هطول في الامر ده، لان هيكون ده هو المنبر بتاع اجابه السؤال ده. وعايز اقول لك بقى ان كثير جدا الفتره الاخيره يسالني السؤال ده، وانا عمال اقول له انتظر مني ان شاء الله رب من اجابه تفصيليه. فان شاء الله كل الناس بتسمع البودكاست ده اجابه سؤالك هتبقى هنا ان شاء الله. نرجع للنقطه بتاعت حضرتك بتسال المحور العملي. فالمحور العلمي والعملي، انا دلوقتي متقن لقراءه، متقن لباب معين من ابواب العلم، متقن ليه يعني مش اقصى الاتقان درجه يعني درجه ان انت تكون عالم من العلماء يعني. لكن دلوقتي الاستاذ يوسف مثلا يحفظ ال40 النوويه، فاذا الاستاذ يوسف يقدر يعلمني ال40 نوويه، يقدر ان هو يتابع الحفظ بتاعي في ال40 نوويه، يقدر يقول لي والله الاسناد لا اخطات، الحديث ده مش من روايه مثلا ابي حفص، من روايه مثلا ابي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، مش من روايه كذا، الحديث ده مش اخرجه البخاري، اخرجه الدارمي. طب انا هكون عندي ده ازاي لما كنت علمت ده؟ فالمحور العلمي والعملي ان طورتهم مع التوازي انت معلم قوي طول الوقت. فضل ليك دايما الصداره، وليك طول الوقت انت ليك فضل الله عز وجل القبول من الله عز وجل. فهو ربنا عز وجل سيكافئ الناس من جنس اعمالهم، معروف الجزاء من جنس العمل، دي قاعده كده فقهيه معروفه ان الجزاء من جنس العمل. فربنا عز وجل يرى ان انت بتتطور علميا وعمليا، بتطور من اللغه بتاعتك. وعايز اقول لك انا بطور من اللغه بتاعتي بفضل الله عز وجل الى الان. وحاجه كده ان شاء الله رب امين يعني للناس اللي هم كانت بتسالني على كورسات انجليش وكده، عايز اقول لهم ابشروا ان شاء الله. انا حاليا والله يعني مش عايز اضرب ارقام، انا دافع فلوس اكتر من 15,000 جنيه صراحه عشان اؤهل نفسي. انظر بقى، انا بقول لك ده صدقا، ارقام ازيد من الرقم اللي قلته ده، عشان اؤهل نفسي عشان اكون معلم للغه الانجليزيه. درس والله للناس والله يا اخي ورب الكعبه انا بقول لك الكلام ده يعني يستخسر في نفسه، مش موضوع يستخسر في نفسه بقى. انا يعني بتكلم بشكل شخصي دلوقتي انا لو نشرت بوست كاسلام رضا
لو نشرت بوست، وانا بتحدى اي حد يعني، والحمد لله مش غرورا والله، لكن فعلا انا فتنت لهذا الامر. لو نشرت بوست واحد ان انا هعمل ورشه مجانيه او هعمل ورشه برقم معين ان انا هعمل كورس انجلش، تمام، الارقام الاعداد هتحجز كلها في نفس الساعه، والناس عارفه ده ما شاء الله يعني. ليه بالظبط كده؟ معلش كل حاجه معروضه يعني، شايف الصنع قدام، والله لك الحمد يعني ما شاء الله. فطبعا انا ضد ده. ليه ضد ده بقى؟ انا بعرف اتكلم امريكان اكسنت، بعرف اتكلم انجلش، لكن هقدر اعلمك اللغه الانجليزيه؟ I can't, I'm sorry. ليه بقى؟ ليها اساسيات واصول يا اخي. فما بالك انا اصلا بتكلم بلغه والناس بتشتبه عليها موطني اصلا، ولغه مكاني والدم بتاعي، وفي ناس تقول لي انت you're American Arabic, American Palestinian, American Syrian عشان اللحيه. تعرفش المصريين دول ما لهمش لحيه يعني ولا ايه؟ سبحان الله والله كتير كده يقول لي you're Irish, Canadian, Saudi, Canadian مش عارف عراقي. اعترف انت الاكسنت دي مش مصر. الله المستعان. يعني انا عايز اؤكد تاني النقطه دي، انا رفضت ان انا اعلم وادي كورسات لغه انجليزيه، وانا بقول لك باعلان بسيط خالص يعني، اختار اي حد بتاع جرافيك يحط صورتي، اعلان كورس اللغه الانجليزيه المنتظر ان شاء الله هيتملي في نص ساعه بفضل الله، بفضل الله عز وجل هيتملي فعلا. والرقم اللي هحطه لان بقى هيقول لك ايه، طب بص بيتكلم ازاي، هيبقى خليني زيه مش عارف ايه. وانا والله زوج اختي بيطلب مني يوميا على هذا الامر يعني زوج اختي بيطلب مني هذا الامر، فانا رفضت الى الان، ارفض الى الان لحد ما اتعلم ازاي اعلمك تتكلم لغه انجليزيه. انا ممكن اعمل معاك حوار، تعالى يا استاذ يوسف نتكلم النهارده انجلش مع بعض، السلام عليكم كذا كذا كذا، نتكلم ساعه 2 في اي موضوع تحبه. لكن تعالى يا استاذ يوسف اعلمك بقى تسمع صح، تقرا صح، تتكلم صح، بدل ما تقول مثلا كلمه، مثلا الكلمات المشهوره، مثلا كلمه مثلا بلان لا اقولها بلان، هقول لك تقول لي القاعده، اقول لك والله هكذا. واحده ثانيه ايوه توداي مش توداي مش توداي الله المستعان. الى الان باخد كورسات اللهم لك الحمد، وان شاء الله ببشر ناس ابشروا ان شاء الله لما انتهي بامر الله عز وجل. يعني ممكن نقول حصريا كده، خلينا حصريا ممكن تعمل للناس دي حاجه في المستقبل بامر الله عز وجل، ان هي مثلا اصل في ناس بتعمل كده. نعم. يقول لك انا هديك اساسيات ازاي تتكلم مع الطالب الانجليزي في الحصه، هديك ازاي، هيدي له جزء من اللغه الانجليزيه اللي هو يشتغل بيه، فانا اعلمك الاكسنت بتاعته والطريقه بتاعته والطريقه التربويه بتاعته كمان. استاذ اسلام ممكن يعمل لنا حاجه زي دي قريب؟ دعواتك ان شاء الله لما ربنا عز وجل يتم هذا الامر، دعواتك بالتيسير يعني القبول بهذا الامر، لما ربنا عز وجل يتم عليه هذا الامر. المفترض ان الفيجن بتاعت الكورس لما يخلص انت تقدر ان انت تعلم الناس لغه انجليزيه كلغه تانية بشكل عام، لاي حد بقى مش عربي بقى، لغه تانية تعلمه لغه انجليزيه كلغه تانية. يعني مثلا حد مثلا صيني عايز يتعلم انجلش، وده مجال واسع غير القران بقى. يعني لو انا اصلا ربنا فتح لي هذا الباب، خلاص انا ممكن ابتدي ان انا ادخل في باب تاني خالص، وهو باب تعليم اللغه الانجليزيه. فاللي عايز اقوله الناس عايزه تنظر من الجانب اللي قلته ده. انا حاولت ان انا اخد كورسات مع اني متقن للقصه نفسها بفضل الله بشهاده الناس، متقن للقراءه او الكلام بالانجلش، لكن عايز اخد كورسات عشان اعلمك، مش هضحك عليك وابيع لك الهوا. فما بالك بقى بتعليم كتاب الله عز وجل. فاولى لك ان انت تتورع قبل ما تدخل المجال، واللي هو ايه المشكله، ما احسن مننا في ايه، وانا لازم اتكلم انجلش، ما انا المفروض ان انا اللي اعلمه لغه عربيه، والمفروض ان انا اتكلم لغه عربيه عشان ياخد مني. طب هو مش فاهمك، لما انت تخش تقول له السلام عليكم كيف حالك، هو مش فاهم كيف حالك. هو طول حياته هاو واتس اب هاي هاوز هو طول حياته بيتكلم بقى على حسب الاكسنت بتاعت الولايات. هو انت هتفهمه ازاي؟ فهيبقى انت عندك حل الوسيط. فالعلمي والعملي هم نرجع لهم المحورين يعني. العلمي والعملي زي ما حضرتك قلت، انا مثلا قران لابد نعم. ان اكون متقن قران، نعم. متقن تجويد القران، واقدر ادرسه، واقدر يا ملكه تدريسيه تربويه على فكره، تدريسيه في نفس الوقت، ملكه تعليميه وتربويه، تربيه وتعليم مهمه جدا، يبقى عشان ما اوصلش قراءه غلط للطالب. احسنت. وبرضه لو انا بتاع دراسه اسلاميه، انت عقيدتك ايه؟ في ناس عقيدتهم بايظه، انت تبع مين؟ لازم تكون عقيدتك صحيحه، الوسطيه الاسلاميه اللي الصحيحه، عشان تقدر توصلها للناس. أحسنت. صحيحه وما تودهمش في ده. برضه حته العملي، حضرتك قلت لحد اللي ربنا يصلح حالنا وحاله، اللي قال دي الطريقه دي مزعجه، انا سيبكم من الراجل ده. نعم. ما تاخدهوش ايه مرجع. بالظبط. هو مكبر الامور، انت ممكن تتكلم بابسط من كده، مش عارف، ممكن تتكلم بابسط من كده. الكلام يا شباب يا اخوه، الكلام في الحصه مش بهذا القدر من اللغه. احنا بنتكلم يا شباب اللغه الانجليزيه دي لغه وسيطه، لكن اللغه المسيطره على الحصه اللغه العربيه. طب الكلام ده مش دقيق 100%. وبعدين عايز اقول حاجه هنا، فضل. الطالب اكيد برضه انتوا في المجال. نعم. الطالب اكيد لو شاف منك اكسنت وحشه مش هيكمل. والله بص، انا كنت بسمع قصص، انا بحب ابحث يعني عن واجي اعمل معاك بودكاست وكده. نعم. ففي قصه معلمه
برضه نفس الامر، ربنا يجزاها خير، هي عندها اكسنت حلو قوي. فالام بتقول لها انت مصريه، فبتقول لها مصريه، قلت لها اصل عمري ما لقيت مصري كده يعني. واخدين عننا فكره معظم الناس للاسف برضه، بس الحمد لله عندنا امثال الاستاذ سليم رضا واسلام وامثال الاستاذه فلانه ان هم يدوا نموذج حلو قوي عن مصر، اللي هو لا مش كده. فعاوز اقول بقى اجل الحته اللي كنت عاوز اقولها، ابراهيم عادل طبعا هو مشهور تعب في الامر ده. اسمع يا عم ابراهيم عادل، قول له شوف اساله الاكسنت مهم ولا مش مهم. تمام. اللهم ذكرني باشمهندس احمد ابو زيد، الراجل بيقول حاجه في البودكاست او في مره من المرات في الحلقه ده استضافه فعلا هو ابراهيم عادل بتقول لا ده غير ده ابراهيم عادل كان بيتكلم مع حد تاني في البودكاست، فبيقول له ايه حد من مش عارف تقريبا كامبلي مش عارف اسمها ايه، حاجه بتاعت كامبلي اسمها كده، فبتقول له كنت عاوز اتواصل معاه ان هو يعمل لهم اعلان، فهو بيقول لهم يا هو لسه في ناس مش مدركه اهميه الانجليزي ولا اكسنت اللغه الانجليزيه. حاجه غريبه يعني. وبصراحه الحمد لله ان في ناس كتير بدات تاخد خطوه. انا مش عارف اللي بعيد خالص ده انت المفروض تعمل ايه، تعدل المانسيب بتاعتك في الامر ده. احسنت بجد. والله يا استاذ يوسف بص والله يعني جزاك الله خيرا على الكلام ده. وانا صراحه ارى اللي رايه زي راي حضرتك كده قلبه اولا نقي. ليه قلبه نقي؟ وهو يقدر على فكره اللي عنده العقليه دي زي ما حضرتك قلت، ارى ان هو يقدر يتطور سريعا في امور اخرى. يعني لو انا شايف ان في امر انا مش هقدر عليه، فابتدي ان انا اتهكم على اللي بيعمله عشان مش عارف اعمله. فده يعني نقص في حقي. انا دلوقتي شايف استاذ يوسف اعلامي كبير جدا وقوي جدا في الاخراج وتحضير السكريبت ونزل عصر فيا. فانا شايف اني مش عارف اوصل له، مش عارف اوصل له شبر حتى. فابتدي انا اقول له انت بتعمل ايه، انت ايه ليه وظيفتك اصلا انت بتعمل، فابتدي اتهكم عليه. فده نقص فيا. تهكم مش بناء ناقد يعني، مش بناء لا مفيش نقد بناء خالص. نقد بناء انا غلطت، مش نقد بناء يعني بيخش يعني بيخش وعايز، بالعكس عايز اوصل رساله يقول للناس انا بسهل عليكم، ده من باب تذليل الناس للعلم يعني. اللي انا بساعدكم ان الراجل ده، لا اوعوا تظنوا ان الراجل ده ان هو ده نموذج الحصه. مين قال لك ان انا بقول لك ان ده نموذج الحصه دائما يعني؟ الله المستعان يعني، ربنا يهدي الناس. فلا موضوع ان انت شايف ان يعني هقول لحضرتك على حاجه برضو ما اعرفش ان شاء الله هتظن انت متابعني انت الفتره الاخيره فانت اكيد هتسالني. يعني المعلم اللي هو عنده امريكان اكسنت او الاكسنت بتاعته قويه او الاكسنت بتاعته كويسه واللغه الانجليزيه، ربنا بيفتح له ابواب اخرى غير موضوع التدريس. في نفس الدايره الدعويه. يعني اللهم لك الحمد. طبعا انا بتكلم معاك حاجات حصريه بقى يعني. الحمد لله حاجات مثلا في شغل فويس اوفر. يعني انت مثلا طبعا شغل فويس اوفر طبعا انت اكيد حضرتك عارف اصحابك اللي في المجال اللي انت اتكلمت معاهم وكده، هتلاقي مثلا الطالب مثلا بتلاقي المعلم بينشر معاه مثلا مقطع عن اركان الاسلام. طب المقطع الصغير ده مثلا بانيميشنز وجرافيكس، مين اللي بيتكلم في الخلفيه ده؟ ممكن واحد امريكي او ممكن ذكاء اصطناعي الكلام ده كله. طب لو احنا جبنا واحد ما عارف من اين تؤكل الكتف، عارف ازاي يتكلم. جميله دي جميل. فانت سبحان الله اللهم لك الحمد في فتح، اللهم لك الحمد على ذلك علي، اللهم لك الحمد من هذا الباب. فهل برضه ده بسبب ان انت الراجل اخونا المزعج اللي كان بيقول كده؟ لا، عشان انت اشتغلت على الامريكان اكسنت فانت هتسهل للطالب اللي هناك ودانه مش شايف ان في اي اختلاف. لا هو سامع الكلام بيمر كده بسلاسه. يعني الكلام بيمر بسلاسه، انت بتتكلم معاه هو مش بيقعد شويه يقول I think he means this انت do you mean كذا. فده مزعج زي ما حضرتك قلت. معظم الناس الوقت بيسيبوا الطالب الا بقى لو الطالب داخل هو عايز يسمع منك عربي، هو عايز معلم عربي وعايز معلم زي استاذ يوسف كده لغه فصحى بتاعته ما شاء الله بسبب الاعلام والتقديم ده، فعايز ان هو يسمع منه كيف حالك، عايز يسمع منه وترديد مخارج قويه. ده بقى خلاص. لكن معلم دراسه اسلاميه ارى ان هو لازم يكون متقن لهذا الباب، لانه الطالب ممكن يدخل كئيب متضايق زعلان. انا اطلع منه من المود ده بقى ازاي؟ هل هو مرقص يعني ولا هو اقول له اياك ان تغضب؟ لا هو ما قايل له كذا كذا واتكلم معاه واضحك واطلع منه من المود ده لمود تاني، وبعد كده ممكن الحصه تخلص اصلا على هذا الحال عادي خالص. في سيناريوهات كثيره يا استاذ يوسف والله، لكن يظل موضوع المحورين طول ما هم في زياده بالتوازي المعلم في قوه ان شاء الله. جميل قوي، الله يحفظك. وحته انك قلت هيفتح له باب رزق تاني او باب رزق تانيه اكيد نعم. بس انت عاوز تقول ايه؟ ياخد الخطوه ويؤمن بها، ويبتدي ان هو فعلا لما يؤمن بها وياخد الخطوه. وبرضه عايز اقول حاجه، مش شرط ينتظر، يعني مش شرط برضه يفتح له الباب ده، لكن عايز اقول يعني من بركات الاتقان ده ومن بركات ان انت فعلا عارف بتعمل ايه، تلاقي ربنا فتح لك ابواب، لان ربنا عز وجل شاهد ومطلع سبحانه وتعالى وسميع عليم،
وعليم بما يفعلون ويعملون. عارف ربنا يعلم ان انت فعلا اجتهدت وتعبت وكذا وكذا، فتلاقي سبحان الله من باب المكافأة والجزاء انت تلاقي سبحان الله ربنا يفتح لك باب. انت مثلا ايه عايزين صوتك ده، صوتك، وبتدي بقى بالدقيقه، بقى الحساب بالدقيقه كذا، تاخد بالدقيقه كذا، ويقول لك طب لو عملت دقيقتين ولا دقيقتين كذا وهمنتج مش عارف هعمل كذا، دخلت في قصه ثانيه خالص. الله المستعان. عايزينك في حاجه ثانيه خالص، عايزينك ان انت تقف تتكلم كده في حاجه مثلا لها علاقه مثلا بشرح حاجات معينه، يعني اشرح لنا مثلا جزء وهنصوره ونحطه على القناه. احنا مش من النقطه دي ايوه اعتقد انك بتعملها على البيج عندك. انا هسأل هنا سؤال. نعم. المقاطع اللي حضرتك بتعملها انيميشن بورد، نعم، واللي هي مخرج الحروف. نعم. اخر فيديو أيوة. تبعك بقى حبيبي. فاخر فيديو هتلاقي في تقريبا الحروف الشفويه، الفاء والباء نعم. والميم. بالضبط. شرحت الحاجات دي. انا عاوز افهم وبرضه الناس تفهم. نعم. بتعملها للناس اللي معاك في المجال عشان ياخدوها في يعني مثلا يعرضوها على شركه مع الطلاب الطالب بالظبط زي الحاجات ولا الاثنين يوسف. فهمني. طب يعني جات لك الفكره الحلوه دي ازاي طيب. وايه هدفك منها؟ تمام. والله بص، والله يا استاذ يوسف يعني تقريبا معظم اجابات الاسئله اللي حضرتك بتظن ان هي جات لي منين، مش هقدر اقول لك جات لي من قبل نفسي خالص. والله الله عز وجل سبحانه وتعالى والذي وضعني في المجال بدايه الامر، هو برضه سبحانه وتعالى الذي يعني ينقلني من مرتبه الى مرتبه ومن مكان الى مكان. الموضوع ده بدا ازاي اصلا؟ ومنه موضوع اعلانات الاكاديميات. ده عندك في صفحه برضه. بس موضوع الاعلانات ده باين قوي يعني، خلاص ده فاهمينه. بس عايزك القصه هنتكلم على الاثنين. طيب حلو. هبتدي بموضوع الوايت بورد انيميشن. موضوع طبعا الاول باين ان انت صوتك باين امريكان اكسنت. فالاكاديميات الذكيه برضه نرجع لنقطه ان الاكاديميات اللي بتستغل بقى فعلا بيعمل محتوى في الاكاديميه. يعني هو عايز يعمل محتوى نافع خاص بالاكاديميه على الكوبي رايت واللوجو بتاع الاكاديميه والكلام ده، كل حاجه محفوظ، حقوق نشر محفوظه للاكاديميه، ويبتني الطلاب اللي في الاكاديميه. ودي من قبيل بقى الابداع بقى، ان الطالب في الاكاديميه حاسس انه مكتفي، شايف المعلم قوي، ومقاطع دعويه خاصه بمنهجه وعلى لوجو الاكاديميه ومعلمين من الاكاديميه او معلمين مش من الاكاديميه ايا كان بقى. فالطالب حاسس ان هو I don't need anything out there. يعني خلاص المكان ده مديني كل حاجه، مديني معلم، مديني مقاطع، وانا حاسس بكل حاجه وشايف كل حاجه. طبعا العقل اللاواعي شايف اللوجو الاكاديميه، فالاكاديميه مرسخه معاه قوي. والموضوع ده بالاولياء الامور على فكره بتحب قوي القصه دي، بحس ان الطالب في عنده اتصال، ان الموضوع اونلاين في الاول وفي الاخر على فكره ما تنساش. هو تعليم عن بعد. فلما الطالب يصل الى هذه المرحله ان هو متصل بالكيان وحاسس ان هو قاعد في مركز اسلامي فعلا، والطالب ومعلم وكذا، يدخل على اللينك سبميت مش عارف يعمل ايه، حصه ومش عارف يعمل. فالموضوع بدا ازاي؟ الاكاديميات سامعاك، انت صوتك باين وجوده كلامك باينه. فطيب ايه المانع ان احنا ناخد صوت حضرتك، وعايزين حضرتك بانك انت معلم بقى. ودي بقى النقطه الثانيه، لان انت مش شرط تكون فقط صوتك كويس او لهجتك كويسه، لا انت فعلا عارف انت بتتكلم في ايه. ودي نقطه المحور العلمي بقى، يعني عشان برضه ما يبقاش التركيز بتاعنا كله على الاكسنت. المحور العلمي، ما انت ممكن تتكلم باكسنت قويه جدا لكن انت مش عارف، بتقول معلومات خاطئه، معلومات دعويه خاطئه، مش دقيق، مش بتتكلم بدقه، مش باين من كلامك انك واثق بتقول ايه يعني. فبيبتدي يقول لك والله طب انا عايزك يا استاذ اسلام او استاذ محمود او استاذ يوسف، انا عايز حضرتك في ان تقدم لنا وهديك السكريبت بايسر الطرق. يعني بدات كده، اديك سكريبت وسجله لي حضرتك وان شاء الله واحنا نمنتجه. طب ماشي، ايه المانع يا عم؟ يبعت السكريبت، ابص في السكريبت، طب كذا كذا كذا، طب انا ممكن اعدل في حاجات، ممكن تعدل في حاجات ما حضرتك شايف. طبعا شوف انت بقى الموضوع ده ليه بيقول لك كده، عشان عارف ان انت فعلا بتقول ايه، وانت هتقول ده وانت مخلص في اللي بتقوله، مش مجرد مؤدي ورا الكاميرات، لا انت بتقول الكلام وانت فعلا عارف بتعمل ايه، فانت بتعلم الطالب فعلا. فبدات كده، خدوا الصوت بتاعي وعملوا وايت بورد انيميشن اللي هي تقنيه الوايت بورد اللي هي السبوره البيضاء والسبوره الذكيه، والمقاطع انتشرت والحمد لله يعني لقد قبول، يعني نسال الله القبول والتيسير يعني. السؤال المنتظر اخيرا، انا عارف مش تسيبني. كيف بدات اللغه الانجليزيه وكيف طورتها وكيف وصلت الى هذا المستوى؟